أعزائي المشاهدين، دي كانت آراء بعض المواطنين على مواضيع غلق المحلات. طبعا احنا شفنا من التقرير ان 90% من آراء المواطنين ضد غلق المحلات، وده زي ما قال الأستاذ أحمد شيحة من شوية وتعرضنا لهذه الجزئية. أستاذ أحمد، برضو أنا عاوز أرجع لجزئية الضرايب أو ما طرحه الأستاذ ممدوح السعيد خلال اليومين اللي فاتوا على موضوع الضريبة التصاعدية. هل رجال الأعمال أو المستثمرين عندهم مشكلة في الضريبة التصاعدية؟ بص، رجال الاعمال عمرهم ما هيعترضوا في حاجه تهم البلد او تساعد على الاستقرار الاقتصادي في البلد، ولكن ان انت تصدر قرار بطريقه عشوائيه بدون دراسه هو ده اللي احنا بنعترض عليه. وبعدين ما ينفعش انك انت تفرض رسوم بدون موافقه مجلس الشعب، ومجلس الشعب مش موجود. اللي من حقه انه يصدر هذا القرار بقانون هو الدكتور محمد مرسي، لانه في ايده السلطه التشريعيه في الوقت الحالي. بالظبط. فما ينفعش النهارده ان انا اقول هفرض 10 و15 و20 والكلام ده كله واحنا في ظل حاله اقتصاديه متخبطه. لازم الامور تتاخد كده، ما نهديش الراي العام. النهارده انت هيجت الناس عليك، مين اللي هتفرض عليهم؟ واللي دخله مين؟ وانت عارف الدخل دوت فعلا يكفي ولا ما يكفيش. فاحنا مش عايزين يعني نصدر قرارات متسرعه الا لما تكون مدروسه، عشان الناس كمان ما تبقاش ردود فعلها سيئه بالنسبه لا، لها. هي 2% مش، ما اعتقدش يعني لا، انا مش بتكلم على نسب، قد ما هي تخبط، بس انا مش بتكلم على مستثمر. انت بتتكلم على الموظفين اللي دخلوا قد كده. هو لازم كلهم مستثمرين؟ هو مش في وظائف بتدخل اكتر من النسب اللي بيتكلموا عنها؟ في واحد بيبقى دخله اعلى من مبالغ المحدده.